أغلبنا تصير معاه معجزات، بس هذه المعجزة اللي بقولها لك غير عن كل معجزة. أبيك تفتح قلبك وتسمعني زين. انولد شخص اسمه يوسف وتربى عند عمة أبوه، ما كان يعرف وين أمه ولا كان يعرف وين أبوه، حتى عمته ما تعرف وينه. قصة هالولد هذا طويلة، وسبب هالقطاعة هذه المشاكل اللي تصير بين العائلة. كبر وهو يدور يسأل ويتعب، وكل مرة يرجع مكسور. وبيوم من الأيام دخل السجن، مو بسببه، بسبب رفيجه اللي كان شايل معاه مخدرات. قعد بالسجن 3 سنين، 3 سنين والأمل قاعد ينطفي شوي شوي. يقول لي سعد بيوم من الأيام نمت وقعدت مفزوع، حلمت بصوت وكأن الصوت واقع وحقيقة، قاعد يسولف جنب اذني. يقول لي كلمة واحدة يا سعد: التزم بصلاتك 3 شهور ولك اللي تبي. يقول بعد هالكلمة هذه أنا فزيت، مخترع، التفت يمين يسار أبى أعرف منو هذا اللي تكلم بإذني. يقول أشوف الناس اللي بالسجن معاي كلهم نايمين، ما في واحد فيهم تحرك. يقول قعدت 10 دقايق وأنا أفكر بيني وبين نفسي. يقول قمت ورحت فرشت السجاد. من هاللحظة ألتزم بكل فرض وأحفظ القرآن واحفظ الأذكار وصلي وأم بالناس اللي بيطلعون يروحون المحكمة ينطرون مصيرهم. وكان أكثر شيء أركز عليه صورة يوسف عليه السلام، المظلوم اللي دخل السجن. بيوم من الأيام وهو يصلي جاه واحد سجين، ومعروف ان هذا السجين مختل عقليا. يطالع شخص اسمه احمد كان قاعد على السجاد، والخبل هذا قاعد يقول له هذا ولد عمكم، ويأشر على الامام ويقول له هذا فلان فلان اسمه واسم ابوه قبيلته قاعد بالسجاده اللي اسمه احمد. التفت عليه كذي مستغرب، قال له انت ابوك فلان؟ احمد قال له تعال اقعد جنب. كان يطالعه ويقول له انت امك فلانه؟ انصدم، ظل يطالعه. قال له انت منو؟ قال انا احمد، ما عرفتني؟ قال له انا فلان، اصير ولد عم ابوك. قال سبحان الله عرفتك من الدم. قال له الولد السجين، قال له زين وين ابوي؟ احمد قال له تبي ابوك؟ قال السجين قال ايه ابي ابوي. وراح دبر تليفون واتصل على ابوه. ابوه يوم سمع الخبر انهار وبكى وجاه السجن وحط له محامي وطلع من السجن. والله سبحانه وتعالى حطه باختبار وقال بشوف عبدي اذا التزم ووفى بوعده راح احقق له اللي يبي. المعجزه كانت مو لانك انت سمعت صوت، المعجزه انك تلتزم. الله ما غير حياته فجاه، الله انتظر يشوف صدقه 3 شهور، ولما صدق رد له ابوه ورد له نفسه. احيانا الالهام اللي يجيك فجأة مو خيال، يمكن استجابة دعاء تحسبه أنت ضايع.